عسلامة. دبرت اليوم برعاية ماما هي اللي صورت وطيبت. دونك اليوم كسكسي كفتة وسليطة. دونك أول حاجة جبنا الكسكسي حاضر بكويت، صبينا عليه شوية ماء، تبلوه بالماء مليح، ومن بعد حطيناه يفور التفويرة الأولى. في نفس الوقت استنينا للماء يغلي، حطيناه وخرج معناتها خرج بخار، حطيناه يفور. وباش ننصبو المرقة متاع الكسكسي متاعنا اللي هي حطينا فيها ماء، بصل، حطينا طرف اللحم، حطينا حمص، تبلو كروية، وحطيت فلفل احمر وطماطم معجونة. اما ما تصوروش. هنا بعد ما كنت عملت التفويرة الاولى، هبطناه بليناه بشوية ماء باش نحطو يفور التفويرة الثانية. ومن بعد وقت اللي يطيب كومبليتمون نعاودو نحيوه مرة اخرى ونخليوه يبرد، نحلوه مليح ونخليوه يبرد. وهنا باش نعملو سليطة، حطينا فيها خس في النارية، بس بيس طماطم وشوية معدنوس. دونك باش نقصو كل شي جويد. سليطة عادية، سليطة خضرا ما فيها حتى شي. استعملت لنا رابوز باش تعمل جويد. ومن بعد حضرنا الدريساج متاعها، الدريسينغ متاعها. دونك حطينا فيه خل تفاح، مطارد، زيت زيتونة، فلفل حلو، شوية ملح. هاو سليطتنا حاضرة. هنا باش نفور شوية بطاطا باش نقليوها، باش نستعمل منها بارتي نقليوها وبارتي باش نستعملوها في الكفتة. فوحناها ملح، فلفل ملح وكركم وشوية زيت، وحطيناها تفور. بعد ما فورت هزينا منها بارتي رفسناها باش نعملوها في الكفتة، وبارتي قليناها باش نزينو بها الكسكسي. جبنا شوية لحم مفروم ولا دجاج مفروم اللي عندك باش نعملو بيه الكفتة. فوحناه مليح، ملح، فلفل كحل، فلفل احمر، هروس، كركم، اللي عندك، اللي اي فح عندك ولا انت تحب تفوح بيه فوح بيه. شوية ماء وخليناه يطيب. هنا حطينا بارتي من البطاطا، بس شطر الكمية رفسناها باش نعملو بها الكفتة، وشطر الاخر قليناه. هنا باش نزيدوها الشابلور، المعدنوس، النعناع الشايح، البصل الاخضر. دونك كيما تشوفوا هنا قليتي تبدلت والتصوير تبدل خاطر انا روحت للدار. دونك صورت انا البارتي هذه. مي هي رست ماما معناها. حطيت شوية بطاطا، البصل الاخضر، المعدنوس، حطيت هنا اللحم المفروم تاعنا، حطيت النعناع الشايح، وحطيت الشابور اللي هو الخبز الشايح اللي نرحيوه. وباش نحط لفحات ومغرفة طماطم معجونة كبيرة. لفحات هما ملح، فلفل احمر، فلفل كحل، كركم، تبل وكروية، ومغرفة كبيرة طماطم معجونة. كل شيء يتخلط مع بعض ويتعجن مليح. ومن بعد باش نزيدو شوية زيت زيتونة، معرفتين هكاك زيت زيتونة باش يجي طري من داخل. يتعجن كل شيء يتخلط مع بعضه مليح مليح. ومن بعد باش نفقصو فيه عظمتين. خلطة الكفتة سهلة ما فيها شيء، وتنجم تحطوا فيها دجاج، حوت، لحم، اللي عندك اي حاجة عندك في الدار تنجم تعملوها جوست بالبطاطا. اللي عندك في الدار تنجم تستعملو. هنا بعد ما خلطناها مليح مليح باش نفقص فيها عظمتين، باش نحط فيها شوية فلفل حلو، باش نخلط كل شيء وباش نقليوها. حطيت شوية سكنجبيل على العظم باش ينحي ريحة العظم. هذه استوس متاع ماما، بويسكو اليوم الفيديو برعاية ماما. دونك استعملنا كل شيء تبعها هي. هنا تعمل يدك شوية بالفرينة وتحلهم في شكل كورة، ومن بعد تبسطهم شوية وتحطهم في الزيت يتقلاو. وهنا الكسكسي متاعنا زيني بشوية فاكهة وقرينة الفلفل والبطاطا والكفتة. وهذه السليطة متاعنا. دونك احنا عنا كي نعملو، قلت لكم احنا ماما كي تعمل الكسكسي، نهار الكسكسي ما تعمل مع حتى شيء، جست سلطة باش الكسكسي يتكلي حسب معتقداتها بيان سور. دونك ان شاء الله الفيديو عجبكم، خلوا لي لايك ورايكم في الكومنتير، اشتركوا في القناة كانكم مش مشتركين، وتخاو تشكروا لي ماما على مجهودها اليوم في الفيديو. سلامة.